من هنا لهنا، تشتغل في أكثر من شغلة، كلها مطلوبة. بس في رسالة بين قوسين لك عليها. تفضل. اعمل اللي تبيه. والمفروض أننا نحن المسلمون أن نتصدر سلاحنا اليوم المال والعلم، ما عندنا غيره، وهي التي تجلب الرزق، هي التي تجلب الدينار. العلم بصورة أو بأخرى يأتي بالمال، والمال يأتي بالمال. فلذا بالعكس، وهي السلاح الذي نريده. وبالعكس كل ما كنا أقوياء، كل ما كنا داخلين بقوة في هذا المجال، كل ما كانت وحطينا عبادة كانت. لكن بشرط أقوله لك، الأول أن لا يتنافى مع عباداتنا. مش ممكن أجي أقول هذا صاحبنا هذا، أقول له ليش ما صليت الفجر؟ يقول أنا عندي شغل والعمل عبادة. جميل، العمل عبادة، لكن عبادة الله لا تقدم عليها شيء. أول قضية أنه ما يتنافى هذا الموضوع، طلب الرزق مع العبادة. نعم، إذا تنافى مع العبادة اعرف أن الرزق سحت، ليس رزق، ما في بركة، ما في بركة منه، وأنه نقمة. خذها قاعدة: إذا ارتفعت دنياك وأن قلت آخرتك فاعلم أنها نقمة. يعني واحد كان يصلي في الصف الأول وعنده 1,000,000 دينار، بعد 10 سنين صار عنده 30 مليون دينار، وصار يصلي في الجماعة الثانية أو في بيتهم. إذن هذه نقمة، خذها من عندي. يعني فلوس اللي زادت هذه ما يعني زادت، هي ابتلاء، فتنة، فأبعدتها عن الطاعة. نقول لكن لو أنه كان يصلي في الصف الرابع وعنده 10، عنده 1,000,000 دينار، لما جاء 30 مليون دينار عنده صار في الصف الأول، نقول لها أنها نعمة أعطاك الله لأنك زادت. فالدنيا لابد إذا زادت تزيد معها الآخرة. نعم. دكتور، وهذه علامة الشكر. نعم. أنا أعرف أن مقاطعتي لك قد تخرب حديثك، وأيضا بعض المشاهدين تخرب أفكاري وأفكارك، ويزعلون علي بعض المشاهدين. تقول لي فاصل؟ لا مو فاصل، في عندنا أكثر من اتصال صار لهم وقت ينتظرون بعضهم من برا. اسمح لي أخذهم بعد إذنك. أم مبارك تفضلي. الو، تفضلي أم مبارك، باختصار لو سمحتي.